عسلامة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف العادة نرحب بكل المشتركين الجدد في قناتي والمشتركين القدام الأوفياء. أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة الناس الكل. اليوم وصفتنا بنينة سهلة خفيفة تعمل الكيف، باش نعمل مع بعضنا خبزة تونسية محشية بنة عالمية. الخبزة هذه مانيش باش ناخذوا برشا وقت وما هيش باش تكلفنا برشا، بالموجود نجموا نحشوها. انا فضلت حشوات موجوده عندي في الدار، وانتم تنجموا تنوعوا، تنجموا تعملوها بالمرقايز، تنجموا تعملوها بالسبناخ وجبن فقط، تنجموا تعملوها بالحم مفروم، بالسكالوب، باللي تحبوا تتحشاه وما تقولش لا. خبزه بنينه وخفيفه ومغذيه وتعمل 66 كيف. هي السر في الخبزه متاعنا عجينتها، لكن الحشوه انتم احرار تحشوا باللي تحبوا. لشنو باش نحتاجوا للعجينه متاعنا؟ عندي لهنا 700 غرام من الفارينه اللي هو الدقيق. باش نعمل في وسطه حفرة صغيرة، بعد ما غربلته يكون مغربل نحط يعني منخول، نحط مغرفة كبيرة من السكر في وسط هيك الحفرة اللي عملتها صغيرة، وعلى جناب نحط الملح. وإذا كان وصلتوا بالفيديو لهنا ما تنسونيش من تعليق مزيان كيفكم والإعجاب، راهو هو اللي يخلي الفيديو يوصل أكثر عدد ممكن من المشاهدين. وعندي لهنا ظرف من الخميرة الفورية باش نحطه على السكر. كما تعرفوا الخميرة مع السكر، السكر مع الخميرة هو اللي يساعد على التفاعل متاعها. وكيف كيف أكيد باش نستعمل ماء دافي ونحط عليه فنجان من الماء عفوا الزيت النباتي. وتوا باش نعجن العجينة متاعي. وقلت لكم بكري انه الوصفة هذه سحرها في عجينتها. العجينة ما يلزمش تتعجن كما نعجنوا الخبز. العجينة على العجين متاعها لازم يكون خفيف. اول حاجة نلمها لمين بالماء الدافي، دوب ما تتلم معايا نعجنها فقط اقل من 5 دقائق، مش اكثر، اقل 3 دقائق ماكسيموم. يعني اكثر حاجة نعجنها 3 دقائق. بعد ما نلم اكيد العجينة والبات متاعي ما تكونش لا جارية برشا، معناها سايلة، ولا تكون مكبوسة. هذا هو التكستور متاع العجينة متاعي. عجنتها من با 3 دقائق باش نغطيها بلاستيك غذائي والمنديلة ونخليها تتخمر مدة نصيف ساعة أو أكثر شوية، ونرجعوا لها نخدموها مع بعضنا. وهذه هي عجينتنا بعد ما تخمرت. توا باش نفرغ منها الهواء ونقسمها على قسمين، قسم باش يكون الأرضية متاع الخبزة المحشية متاعنا، والقسم الثاني باش يكون الغطاء متاعها. عملت شوية، رشيت شوية من الفارينة في الرخامة وشديت العجينة باش نبدأ نحلها جويدة، ما نحلهاش خشينة. وما نبدأ محضرة بلاطو متاعي اللي باش نحط فيه عجينتي مدهون بالزبدة وبالدقيق، ونهز العجينة ونحطها فوقها، ونبدأ نهبط من الجناب بشوية بشوية ولين العجينة تمس القاع متاع البلاتو. توا شنو باش نعمل؟ شد فرشيطة ننقبها الكل، وننقب زادا لجناب، ما حاجتيش باش العجينة متاعي تتنفخ او يضاعف الحجم متاعها. حاجتي بالعجينة باش تكون مبسة، وهذاك هو السر اللي قلت لكم ما تعجنوهاش. راهي العجينة هذه ما تحبش العجنان كيما نعملوا التارت بريسكا. عندي شوية لهنا من الهريسة، كيما تنجموا تعوضوها بصوص بيتزا، بأي صوص تحبوا عليه. وشوية من السلطة المشوية. كيف كيف لهنا الحشو راهو تنجموا تتحكموا فيه وحدكم. شوية من جبن المثلثات باش نقصوا ونوزعوا على كامل الخبزة متاعي. انا حشيت الخبزة باللي موجود عندي في الثلاجة، ما تكلفتش ومشيت شريت من برا. عندي كيف كيف لهنا شوية من البطاطا سمطهم وقصيتهم مكعبات وحطيتهم في الخبزة متاعي. إلا هنا العظم راهو عظم ربي في الهشوار. علاش ربيته؟ خاطر ولدي ما ياكلش العظم، نحب نربيه باش الاصفر يدخل في الابيض وما عادش يظهر من بعد في الخبزة، ونغش ولدي ونجم ياكله من غير ما يحس بيه. هو ما عندوش حساسية، فقط ما يحبش ياكله. والبيض كما تعرفوا نافع، لازم الصغار ياكلوه. شوية من التون كيف كيف باش نوزعه على كامل الخبزة. هكاكا تجي المكونات الكل من الداخلة، والأقسام متاع الخبزة الكل فيها من كل شيء.
عندي شوية من الزيت الزيتون المقصوص الأخضر، تنجموا تعوضوه بالأكحل، كيما تنجموا تزيدوا شوية معدنوس، تزيدوا زادة شوية من الفقاع اللي هو الفطر، المشروم، يعني انتم أحرار وتحشوا باللي تحبوا. لهنا شخشختها بالجبنة الرابي، تو تشوفون بعد كيف يبدأ سايح في وسط هيك الخبزة المحشية، ما نحكي لكمش المنظر يشهي ويجوع. توا باش نبدو نحضروا القسم الاخر متاع العجينه، باش يكون غطاء للخبزه متاعنا. حطيته فوق الحشو ونبدا نهبط فيه كيف العاده كيما عملت مع لولا من الجناب، ونقص هيك الزايد الكل من الاطراف، والزايد هذاك مانيش باش نطيشو، باش نستعملوا في حاجه اخرى. لكن انتم تنجموا تعملوه ضفيره وتزينوا به الاطراف متاع الخبزه المحشيه. لكن بما اني نسرق في الوقت سرقان ما عادش عليا وقت، لازمني نقصد ربي نمشي نخدم، فلذلك نزرب وعملت الخبزة المحشية بالطريقة هذه. وتوا عملت فيها شوية زيت باش ندهنها بالزيت الكل من الجناب من الكل، معناها الكل لازم تكون مدهونة بالزيت، ونرش فوق منها شوية جلجلان اللي هو السمسم، وشوية سينوج يعني حبة البركة أو الحبة السوداء. لكن راهو إذا كنت تحبوا جلجلان ولا سينوج يلصق، ادهنوها بأصفر البيض. ما كانش عندي بيض، اللي عندي كنت سمطته وربيته، عملت بالزيت هكاك، ما لصقليش حتى كعبة لا جلجلان ولا سينوج، وكله تفرغ في وسط الخبزة بطريقة عشوائية. حبيته يلصق الله غالب، كان جاب البيض راهو لصق لكن ما لصقش. دخلتها الفور على 220 درجة من فوق من اللوطة وخرجتها، وهذه هي كانت النتيجة. محمرة ما شاء الله من الوجه من الجناب من الأخفاء، حاجة بنا، وريحتها في الدار فاوحة، تعمل 66 كيف وصلتنا لليوم ناجحة بقدرتها ب100%. جربوها وقولوا لي على آرائكم في التعليقات. لكن قبل هذا الكل أكيد باش نقصوها ونشوفوا ترانش من داخل، هكاك تحكموا عليها من برا ومن داخل كيفاش كانت. جت من داخل مشخشخة بالجبن، ما شاء الله يعني، مطعم ومنظر وريحة بنة. أنا كلمتي المعروفة بها بنة على بنة، والخبزة هذه بنة على بنة على بنة. ننصحكم تجربوها، وإذا كان ما جربتوهاش باش تندموا برشا. وهذه الخبزة المحشية متاعنا من داخل، شوفوا هيك الجبن كيف سايح عليها من الجناب منا ومنا، ما نحكي لكمش المنظر وحده يحكي. تشهي وتشهي تشهي. باهي وصفتنا لليوم كملت، وكأن شاء الله تكون نالت إرضاكم. ما تنسونيش من تعليق مزيان كيفكم والإعجاب. باي باي.